السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا فيديو النهارده 3 ابراج قلبهم مش ابيض ومش بتعرف تسامح ولا تنسى الاساءة، هيفضل فاكرها لك دايما. معانا مواليد برج العقرب، يعرف برج العقرب بشخصيته الغامضة والحساسة. هذه احدى العلامات التي تبقى سوء المعاملة في الذاكرة لفترة طويلة. اذا شعر بالخيانة او سوء المعاملة فقد يسعى للانتقام ويجد صعوبة في المسامحة. مهنيا، حياتك المهنية اليوم ستكون ناجحة بفضل القرارات الصحيحة التي تتخذها، كما ستجد فرصة كبيرة لإثبات قدراتك. استخدم مهارات الاتصال الخاصة بك عند التفاوض مع العميل. بعض المهام تتطلب منك تخصيص وقت لها في مكتب العمل، وستتلقى أيضا الثناء من العمل على أدائك المتميز. من الناحية الصحية، تجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية. بدلا من ذلك، اتبع نظام غذائي صحي. يجب أن تتضمن الأطباق المزيد من الخضار والفواكه. حافظ على التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية. برج السرطان عاطفي وحساس للغاية، وعندما تتأذى مشاعره يميل إلى التمسك بالإهانة والتفكير فيها لفترة طويلة. يمكنه أن يسامح، ولكنه نادرا ما ينسى ما حدث. على المستوى المهني، استمر في التركيز على العمل. التزامك اليوم سيؤدي إلى نتائج ناجحة، كما يجب عليك الاستمرار في ممارسة الانضباط في العمل، مما سيساعدك على تلبية التوقعات. وستكون فرصة في التغيير الوظائف أعلى. وعلى الصعيد الصحي، لن تعاني من مشاكل صحية كبيرة. حافظ على التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية اليوم. امنح المزيد من الوقت لعائلتك، فهذا سيجلب لك المزيد من الراحة النفسية. شرب الكثير من الماء وتناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والمكسرات والخضروات. برج الميزان، على الرغم من طبيعتهم الدبلوماسية وبحثهم على التوازن، فإن مواليد برج الميزان لا ينسون بسهولة الإساءات التي تعرضوا لها. وإذا شعروا أنهم تعرضوا للظلم أو تم التعامل معهم باستخفاف، فقد يميلون إلى الاحتفاظ بالضغينة، ومن الصعب أن يسامحوا الآخرين بسرعة. على الصعيد المهني، كن مستعدا لتحمل مسؤوليات جديدة في مكان العمل. تنتظرك اليوم مهام حيوية في المكتب. تأكد من إبقاء سياسيات المكتب خارج الحياة اليومية لبعض العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك مكان العمل، وسيكون لديك الفرصة للانتقال إلى الخارج. من الناحية الصحية، عليك أن تهتم بصحتك وصحة من حولك. يجب عليك تناول الأطعمة الصحية وتجنب كل ما يضر صحتك، مثل الأطعمة المصنوعة من الزيوت المهدرجة والسجائر، حتى لو كانت كذلك التدخين السلبي. وبكده يكون ده الفيديو بتاعي. مش تنسوني في اللايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.